السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. تعالوا نعمل النهاردة بقى لو عندك بطاطسيتين بس هتقدري تحضري كده طبق جانبي رمضاني لذيذ جدا، أو تحضريه كطبق رئيسي زي ما تحبي، مفيش مشكلة خالص. تابعيني للنهاية، اذكري الله وصلي على رسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير. أول حاجة بطاطسيتين قشرتهم وغسلتهم وقطعتهم كده وسبتهم يتسلقوا. بعد ما اتسلقوا صفيت منهم المية، وبعدين ههرسهم يا تقطعيهم بالقشاره يا اما تهرسيهم زي ما تحبي. انا هرستهم كده بالشوكه لغايه ما هرست البطاطس كويس. لو لسه ما عملتش لايك للفيديو يا ريت تعملي لايك، ويا ريت تتابعيني عشان يوصلك كل جديد باذن الله. بعد ما نهرس البطاطس كويس هنبتدي نضيف التوابل اللي احنا بنحبها. اي توابل تحبي تضيفيها ضيفيها. انا ضفت ملح وفلفل اسود وبابريكا وكركم وكاري. لو حابه بقى ان انتي تحطي توم بودره بصل بودره اي حاجه زي ما تحبي مفيش مشكله. بعد كده هحط 3 معالق كبار من النشا، وهقلب المكونات دي مع بعضها كويس. وبعدها هضيف بيضة. وبعد ما اضيف البيضة بقى سواء قلبت بايدي قلبت بالشوكة زي ما تحبي، بس اهم حاجة المكونات تتجمع مع بعضها كويس جدا علشان نعرف ان احنا نبتدي نشكلها. لو لقيتيها الخليط بتاعها سائل قوي ومش نافع ان انت تشكليه، ممكن تحطي معلقه كبيره من الدقيق، ولو نفع على كده خلاص تمام. اهم حاجه بس هندهن ايدينا زيت الاول عشان ما تلزقش في ايدينا وتضايقنا، وهنبتدي نشكلها على شكل قطع البانيه بالشكل ده. تقدري طبعا تعملي قطع اصغر او زي ما تحبي يعني ممكن ما تعمليش قطع كبيره زي كده، ممكن تستخدمي قطع صغيره كده ويبقى شبه الناجتس. فزي ما تحبي سواء كده او كده اللي تفضلي اعمليه. اما تعملي بقى الكميه كلها حطيها في الفريزر. طبعا الطبق اللي حطيت عليه القطعه دي كنت دهناه زيت عشان ما يلزقش فيه. وبعد ما حطيته في الفريزر هنطلعه ونبتدي نحمره في الزيت. طبعا المفروض لقطه الزيت كانت تبقى الاول، انا اسفه. الزيت بقى هنسخن الزيت على النار وبعد كده نبتدي نحمرهم على الناحيتين كده وطبعا ما نوطيش قوي عشان يبقى مقرمش من بره، تبقى البطاطس مقرمشه من بره كده وطريه من جوه. طعمها تحفة جدا جدا، جربيها. ممكن تبقى طبق جانبي كده في رمضان، وممكن تحضريها طبق رئيسي كده تتاكل بعيش او جنبها شوية مكرونة برضو هتبقى حلوة خالص. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى لكم يوم سعيد، متنسوش تعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.